بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأكمال الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. وفق الله جل وعلا في جلسة واحدة خرجت هذه الجنية العاشقة التي خدمت سحرا منذ 5 سنوات وغيرت الحياة رأسا عن عقب، تسببت في أمور عديدة وكثيرة جدا: العداوة في العمل، وحب العزلة، وكراهية الناس. وأول علامات لها أنها كانت في الجسد بدأ يرى امرأة تطرق الباب وتدخل عليه عيانا، فيراها تلبس البياض وتقدم نفسها وتعد نفسها عليه للزواج، فأبى في المرة الأولى والثانية. وبعدها بدأ يشعر بأعراض غريبة دفعته إلى الطب النفسي، لكن لم يستطع مواصلة العلاج. ثم بعد ذلك أصبحت أموره تتغير، فأصبح الليل نهارا والنهار ليل، بحيث يسهر بالليل وينام بالنهار دون أكل أو شراب. ثم بعد ذلك بدأ أخوه الذي يعرف طريق المسجد والاستقامة يحثه على الصلاة، مما بدأ يظهر في جسده أشياء غريبة وتقرحات جلدية وما شابه ذلك. بعد ذلك هذا الأخ الذي كان يساعده تعرض كذلك للمس وللأذية، لأنه أراد أن يساعده، مما اتضح عند الجميع أن الأمر الذي عنده ليس طبي، وإنما هو أمر له علة خفية. فبدأ يزداد عنده النفور من الجميع مع العزلة، حتى أصبح الأمر وصل إلى الأب والأم، سب وشتم وصراخ في وجه الجميع، فلا يستطيع أن يجلس معهم على مائدة واحدة. وتجلى الأمر كذلك يوم عيد الأضحى، حينما أراد أن يذهب إلى المصلى فلم يستطع، ففضل النوم أو الخروج إلى مكان بعيد، فعوض المصلى ذهب إلى المقهى، ثم بعد ذلك إلى مكان بعيد عن الناس منذ طلوع الشمس إلى غروبها دون أكل أو شراب، بعيد عن أعين وأنظار الناس. كل هذا وأمور أخرى كثيرة ظهرت له أنه لا يستطيع أن يأكل من الأضحية أو يقربها أو يطالعها أو يشاهدها، حتى جزء منها لا يستطيع أن يأكله، بل يرى كأنه سوف يأكل قطعا من ثوب أو ما شابه ذلك، فلم يستطع أبدا أن يقربها. بعد رؤية الشرعي بفضل تعالى في الجلسة الأولى اتضح من خلال ما فهمناه من الرؤيا أن التي سكنت هي جنية كانت تريد الفرح، فلم يرضى بها فغيرت الفرح إلى قرح. بالموعظة نطقت واستسلمت وقالت: نعم، هذه هي الحقيقة، وأني دخلت وكان سحر خفي، وعندما كنت طالعه عشقته فأردته أن يتزوج بي فأبى، ومن ثم بدأ الانتقام والعدوان. كانت بفضل تعالى مع عهد على الخروج، وصراحة أقولها لله جل وعلا أني كنت رغبتها وبينت لها أن تعطي عهدا على أن توقف الظلم، فاتضح أنها بفضل الله تعالى استسلمت وأنها تريد الخروج، وأن أمرها كان بفضل الله تعالى ميسرا، فخرج طاعة لله سبحانه وتعالى. فسألته حينما استيقظ قال: نعم، شعرت بانتفاضة، رأيت عجاج وانتفاضة بالقدم من علامة الخروج، وقال: أشعر بخفة وأن شيئا خرج من قدمي. فأسأل الله تعالى أن يديم عليه البقاء والشفاء، وأسأل الله تعالى أن يرجعه إلى أهله وذويه سالما غانما، وأن يحفظه في عقله وجسده وعبادته وماله، اللهم آمين آمين، وأن يشفي كل أهله وذويه طاعة الله عز وجل. طيب أخي الكريم، هذا الكلام اللي قلته صح؟ نعم صح. طيب، فممكن نسمع من صوتك أنت شوية من المعاناة اللي عانيتها، حكيتي لي، لأن ربما حكيتي لي أكثر من ثلث ساعة، لأن التشخيص هو أهم في تدقيق العلاج، ثم بعد ذلك قمنا بالرقية. احكي لي ولو غير الأشياء المهمة اللي وقعت لك أنت في حياتك، يعني خلال 5 سنوات اللي مرت فيها. المهم تعرفت على العمل كيفاش هي وقفت عليك؟ فعلا وقفت عليك هي بالليل؟ قلت هي أنها جات صليت الفجر. أيوة. بعد الفجر رجعت للبيت. أيوة. نعست. أيوة. وفيقتني سمعت الباب تحل. أيوة. يعني ما دقتش الباب، حلت الباب. أيوة. المهم نطت من النعاس بحال هكايا، ريحت. نعم. طلبت مني الزواج. نعم. رفضت. نعم. وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنت ديك الساعة نشوف وجهها في المرايا، ردت لي الظهر ولابسة لباس ديال العروس، الزواج ديال العرس. نعم.
وديك الساعه الوجه ديالها كنشوف في المرايا اللي على الحيط، ايوا وطلبات مني الزواج ورفضت، ما بغيتش. عاود خرجات، فاش أيوا. تنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خرجات. فاش عاود رجعت نعست، عاود رجعت ثاني مره، رجعت للمره الثانيه، عاود طلبات مني نفس الهضره اللي قلت لها في الاول، قالت لي راه بغيت نتزوج، رفضت وخرجت. من ديك الساعه وليت يعني فاش رفضت وليت لقيت يعني حياتي يعني بحال ولات كتخرب، يعني ما بقيتش خدام، ما بقيتش كنمشي مع الاصدقاء ديالي، ما بقيتش كناكل مزيان، وليت كنعس في النهار. طيب باش نوفروا، ومن بعدها حاولت تمشي عند طبيب نفسانية، ثم بعد ذلك مشيت عند انك الطبيب. اخوك داك عند كيديك معاه للجامع، اي وليت كتشوف التغيير. تغيير. وقلت لي انك واحد النهار كنتي جالس كتسب وتعاير في الاب ديالك والام ديالك، مبقيتش كتفهم شنو وقع لك، مشيتي عند شي مشعوذ كذلك، يعني ما كنتش تعرف في البداية، ما كنتش عارف. فين بعد ملي سولت ولقيت بلي هذاك مشعوذ، بعدتي عليه، بعدت عليه. نعم، تقلب على الرقية الشرعية. الرقية الشرعية. طيب بعد ذلك جاو الامر ديال عيد الاضحى، انك بقيتي ناعس. قبل العيد كنت أيوا. بخير، كنت كنوجد العيد. قلتي يا بديت نشري هدايا ليهم باش نصالح كل واحد حيت حيت كنت مخاصم خفيت. معاهم في رمضان، كنت مخاصم معاهم في رمضان، يعني كنشتم ونسب فيهم بدون شعور. بدون شعور. نعم. ومني كنشوف خوتي كيجيو من المسجد، يعني ما كنحملش، كنبدا نسب فيهم ونشتم. اي واحد جاي من طريق العباده كتضيق نفسك عليه، كنضيق، كتسب وتعير. ما كنحملوش. صافي فاش وصل العيد الكبير، نعم. يعني ما بقيتش باغي نوض باش نمشي نصلي صلاه العيد، وما بغيتش نحضر وما حضرش التحيه، وما كليتش التحيه نهائيا. يعني كناكلها ملي كنطيح وهذا. لا قبل الضحيه في المصلى ما مشيتيش؟ لا ما مشيتش المصلى ولا بقيتي ناعس، وقلتي لام تاعك ما غنعس ما غنخرج. قالت هو خرج، خرجتي مشيتي اختي كاس الحليب في قهوه، ومن بعد ما عقلتي راسك الا في مكان خاوي فارغ، مشيت لواحد الخلا خاليه، بقيتي جالسه غروب الشمس حتى تقرب المغرب. تقرب المغرب، عاد رجعت للدار. ايوا. فاش لقيت الضحيه يعني في الدار ما بقيتش حامل ناكلها، ما بقيتش تشوف فيها، كليت غير شلاضه وشويه العنب. نعم. صافي هادشي اللي كليت. نعم صافي، هذا هو اللي وقع لك. صافي من بعدها حسيتي عرفتي راسك ان مريض كذا، راسي مريض. الى ان جيتي اليوم. شنو وقع لك في الرقيه اليوم؟ كتهتز كامل، ملي كتكلم كتعقل؟ كنعقل. قالت على انها 5 سنين، انها مسلمه، انها طريق سحر، انها عاشقه. لما قلت لها المساله ديال اللباس قالت لك فعلا انا باغا نتزوج به، فهمت ولا لا؟ ومن بعدها خرجت، واجد رجلك وتزدو خرجت، كتحس فعلا انها خرجت من الجسد ان شاء الله تعالى. الحمد لله، هذا توفيق الله لك، توفيق الله علينا كاملين، نسال الله تعالى. امين. ولكن بارك الله فيك، وان شاء الله حتى خوك هذاك اللي ملتزم وقال المشكل يجي ماشي يجي معك المره الجايه باذن الله، بغيتي تجيبو ماشي مشكل، وانا نقول لكم دابا ان شاء الله تجيبو نتعاونوا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بكم. بارك الله. لا نقرا على باش ما تبانش حزبتي ما تبانش.